يوم 1 يوليو سنة 2018 الساعة 9:03 الصبح بنشوف أخطر سجن عليه حراسة شديدة في جنوب باريس. في مئات الحراس موجودين هناك، واحد من أكبر وأخطر السجون اللي متأمنة بشكل كويس جدا في فرنسا. جدران السجن عالية جدا وضخمة، ده غير الأسلاك الشائكة اللي عليها والأبواب المدرعة اللي في المكان، والأربع أبراج اللي في زوايا السجن الأربعة من بره، ودول بقى فيهم سلاح مضاد للطيارات الهليكوبتر، وكل برج فيه قناصين بيبدلوا مع بعض في ال 24 ساعة، واقفين مستعدين لأي هجمة ممكن تحصل في اي وقت. وفي زنزانة الحبس الانفرادي رقم 207 المسجون قاعد مستني ياخدوه لغرفة الزيارة علشان يقابل اهله اللي جايين يزوروه، وده اكتر مسجون عليه حراسة مشددة في السجن كله، لانه عمل 30 عملية سطو مسلح ومات على ايده 2 من ضباط الشرطة. وفي سنة 2013 كان مسجون في سجن تاني وقدر يهرب منه بطريقة صدمتهم كلهم، لان السجن كان عليه حراسة شديدة جدا، والمسجون وقتها استخدم مسدس ومتفجرات وكلهم دخلوا له تهريب جوه السجن، لانه كان ناوي يفجر المكان اللي هيهرب منه. في 2 حراس دخلوا عليه زنزانته يفتشوه، واستغربوا لما لقوا ان جيبه في حاجه، بس ما كانتش خطيره يعني لانها كانت مجرد علبه لبان عاديه. ومع ذلك عاوز اقول لك ان المساجين بيستغلوا اي حاجه تساعدهم في الهرب حتى لو كانت تافهه بالنسبه لك، والغريب ان الحراس متعاطفين معاه مع انهم اصلا عارفين انه مجرم خطير، وده بسبب شخصيته الجذابه، لانه كان بيضحك ويهزر معاهم وكانه مش مسجون اصلا، تحسه كده طالع رحله يغير جو يومين وراجع تاني، وكانه عارف ان كلها ايام او حتى شهور وهيطلع من السجن غصب عنهم. كل الحاجات اللي اتكلمنا عنها دي حصلت في 10 دقايق بس، لان الساعه 9:30 وعلى بعد 20 متر من السجن ده مدرب الطيران ستيفن اللي عنده 52 سنه بيرحب بالاتنين الطلاب الجداد اسمهم فريدري وجوليان، والغريب انهم اب وابنه، والاتنين متحمسين للرحله اللي هيطلعوا. بيقولوا لستيفن احنا عاوزين بس نطلع معاك ونتفرج عليك وانت بتسوق الطياره، والغريب انهم اختاروا طياره هليكوبتر معينه تم تصنيعها من 60 سنه، ركبوا معاه وكانوا منبهرين بالمنظر اللي شايفينه من فوق، وده طبعا بعد ما دفعوا له 500 يورو. في نفس الوقت الضباط بياخدوا المسجون للمبنى بتاع الزيارات، وده مش اي مبنى، ده المخصص لاخطر المساجين عندهم، وده بعيد جدا عن مدخل السجن الرئيسي، معنى كده ان لو حصل اي حاجه مستحيل يقدر يهرب. ومع ذلك اداره السجن ما كانوش مستريحين للموضوع، لانه كان بيجيله زيارات كتير في الفتره الاخيره، وكانوا بيتكلموا كلام مش مفهوم وكانهم بيقولوا لبعض رسائل مشفره محدش يفهمها غيره، والحراس كانوا واخدين بالهم وبيحاولوا يفهموا اي حاجه بس ما كانوش بيعرفوا. وقبلها بيومين شافوا درون بيصور السجن من بعيد، وستيفن نزل لمكان بالطيار، لان الاتنين اللي معاه قالوا له انت لازم تنزل دلوقتي علشان اتزنقنا ولازم ندخل الحمام، ودخلوا الغابه على اساس انهم رايحين يعملوا حمام فعلا، بس لما رجعوا كان معاهم اسلحه، وقالوا له احنا نعرف كل حاجه عنك، نعرف عيلتك كلها وعنوان بيتك وكل حاجه، لو كمان احنا مراقبينك بقالنا شهور، وفي ناس تبعنا دلوقتي في بيتك ومعاهم سلاح، يعني من الاخر كده لو ما نفذتش اللي هنقول لك عليه هنخلص على مراتك وعيالك. فقال لهم اللي انتوا عاوزينه هعمله، خلاص يبقى تركب الطياره بقى وتروح على المكان اللي هنقول لك عليه. وفي نفس الوقت اخو رضوان الكبير بيزوره في السجن، وما يعرفش ان اخوه الصغير هينفذ اكبر عمليه هروب في تاريخ فرنسا كلها. طبعا انت لحد دلوقتي ما تعرفش هو مين المسجون ده، هقول لك انه من اشهر المجرمين في فرنسا واسمه رضوان فاي، وده مجرم فرنسي من اصول جزائريه. الغريبه انه مش بس مجرم، ده كمان مؤلف، لانه الف كتاب اسمه السارق من الاحياء الشعبيه الى عالم الجريمه الكبرى، ونشر الكتاب ده سنه 2010، وبقى متخصص في سرقه البنوك، وقال ان سبب اجرامه انه كان بيتاثر جدا بافلام السرقه الامريكيه، لان السرقه هي الحاجه الوحيده اللي حبها، ومع كل عمليه بيعملها كان بيحس انه بيمثل فيلم هو البطل بتاعه، وظهر في برامج كتير بعد ما اتقبض عليه وقال انه خلاص مش هيرجع لعالم الاجرام من تاني. بس تتوقع هيبطل الاجرام فعلا؟ علشان اجاوبك على السؤال ده هاخدك في رحله معايا هتعرفك مين هو رضوان فايد بالظبط. سنه 1978 رضوان كان عنده 6 سنين، ووقتها كان لسه في الحضانه، وراح لمحل لسه فاتح جديد مع اخوه اللي اكبر منه بسنتين، ومفيش حاجه في المحل يقدروا يشتروها لانهم فقراء، ابوه وامه جزائريين وسافروا فرنسا يعيشوا فيها. ابوه شغال عامل في مصنع وامه بتشتغل في تنظيف البيوت، وشقتهم صغيره جدا وفيها 3 اوض بس. رضوان كان عنده 8 اخوات غيره، وقصادهم كان في مبنى الاسكان الاجتماعي اللي مليان اطفال اغنياء ومعاهم فلوس، وكل يوم هو واخواته كانوا بيشوفوا الاطفال دول عايشين حياه نفسهم يعيشوها. المهم خدوا حاجات كتير من المحل، وصاحب المحل كان واقف مستغرب لان شكلهم كده مش معاهم فلوس يدفعوا تمن الحاجات دي كلها، ومع ذلك راح وقعد على الكرسي بتاعه مستنوهم يجوا يحاسبوه، لكنهم خدوا الحاجات كلها وجريوا على بره. دي اول حاجه
حاجه يسرقوها في حياتهم. بس الموضوع ما عداش بالسهل. صاحب المحل كان بلغ عنهم، وفي خلال اسبوعين بس الشرطه جابتهم وخلى اهله يدفعوا ثمن الحاجات اللي سرقوها. ابوه وامه كانوا مصدومين ازاي اولادهم يعملوا كده، وضرب رضوان الابن الصغير بالحزام لان هو صاحب الفكره. ورضوان وقتها وعد والدته انه خلاص مش هيسرق حاجه تاني، وكان دايما بيحب يتفرج على افلام العصابات الامريكيه والجريمه والسرقه، لدرجه انه كان بيحفظ المشاهد ويمثلها قدام عيلته. كان متاثر جدا بالافلام، ولما كبر شويه ما فكرش يسرق حاجات هو محتاجها فعلا، لا ده قرر يسرق لان هو اصلا بيحب السرقه. علشان كده هو واصحابه كانوا بيسرقوا التلفزيونات واجهزه تسجيل الفيديو وراديو العربيات والكمبيوترات كمان، وبيشتروا بفلوسها بعد ما يبيعوها ملابس رياضيه من اديداس، وكانوا بيروحوا السينما كل يوم. ولما وصل 18 سنه قرر يعمل اول عمليه سطو مسلح على بنك. دخل البنك ورفع عليهم السلاح وهدد الموظفه اللي شغاله هناك. المشكله بقى انه في اللحظه دي قلد مشهد شافه في فيلم من افلام الجريمه اللي بيشوفها، حرفيا تقمص شخصيه البطل في الفيلم وقال لها اسكتي ما تتكلميش واعملي كل اللي هقولك عليه، انا مش عاوز اذيكي، انا بس عاوز الفلوس، وفكري في ولادك كويس، لو عملت حركه كده ولا كده هخلص عليك، ويا ترى مصيرهم هيكون ايه بعد ما تموتي. الموظفه كانت مرعوبه ونفذت كلامه وادته الفلوس كلها. المشكله بقى هنا انه خلص عمليه السرقه وتاني يوم راح المدرسه عادي، لا وكمان كان بيذاكر علشان الامتحانات قربت. رضوان ما كانش فارق معاه الفلوس اللي سرقها لانه اصلا مش هدفه الفلوس، هو عايش حياته بالنسبه له السرقه دي حاجه بيحبها مش اكتر. ده غير ان مفيش حد يقول له ان اللي عمله ده غلط، لان والده وقتها كان رجع الجزائر تاني، انما والدته كانت مريضه بسرطان الدم. وعاوز اقول لك ان رضوان كتب في مذكراته ان من اللحظه دي فعلا ما كانش فارق معاه اي حاجه، وكمل في عمليات السرقه بتاعته. وكل مره عمليه السرقه كانت بتبقى اكبر من اللي قبلها، حرفيا سمع فيلم سرقه وبعدها بيومين قرر انه يعمل عمليه سطو مسلح على بنك، لسه مدمن لافلام الجريمه الامريكيه. والمره دي بقى خد مدير البنك وعيلته كراهين معاه. طبعا انت دلوقتي هتقول لي هو ازاي لحد دلوقتي محدش يعرفه مع ان البنك اصلا في كاميرات مراقبه؟ طب ودي حاجه برضو تفوت عن واحد قاعد ليل نهار قدام افلام السرقه؟ هقول لك ان هو واللي معاه كانوا بيلبسوا اقنعه باشكال سياسيين مشهورين، وبرضه يا جدعان ما ينفعش يمشي كده من غير ما يمثل حتى مشهد من الفيلم اللي شافه، علشان كده قال لهم وهو ماشي الكلام ده. وبعدها بسنتين عمل جريمه تانية وخد رهاين وسجل فيديو، ورضوان واللي معاه كلهم كانوا لابسين اقنعه وبدل سودا. هتقول لي طب وليه ده كله؟ مش فاهم. هقول لك انه كان بيقلد الفيلم اللي سمعه الفتره دي، حتى انه خد الاسماء المستعاره للمجرمين اللي كانوا في الفيلم، يعني ده كان اسمه السيد الابيض، وده السيد الاشقر، وده البرتقالي، وده الوردي، وده الازرق. والغريب انه كان قاصد يعرف الشرطه مكانه ويستناهم علشان يجروا وراه ويحصل مطارده زي الفيلم بالظبط، وفعلا حصل مطارده وقدروا يهربوا من الشرطه. كل ده وغرور رضوان لسه بيبدا، لانه كل فتره بيتحمس اكتر للسرقه بسبب الافلام اللي بيسمعها، وسمع بعدها فيلم جننه حرفيا، كان مبهور بيه ونفسه يقلده بالظبط، وسمع الفيلم اكتر من 6 مرات، وقرر يصعبها على نفسه ويسرق العربيات المدرعه اللي بتنقل الفلوس، والعربيات دي اصلا غاليه جدا ومستحيل تقريبا ان حد يسرقها. يوم 3 يوليو سنه 1997 في منطقه صناعيه في باريس، رضوان كان سايق عربيته وكان قدامه عربيه مدرعه وزنها 6 طن، وكان موجود جواها 3 حراس مسلحين، ورضوان دخل بعربيته في العربيه المدرعه، وفي اقل من 5 ثواني كان في عربيتين تانيين محاوطين العربيه، نزل منهم 5 رجاله مقنعين وماسكين سلاح، كان سلاح AK-47، نفس اللي حصل في الفيلم اللي رضوان سمعه بالظبط، وحطوا قنبله مزيفه على ازاز على اساس انها تفجر العربيه. فالثلاث حراس المسلحين اللي جواها طلعوا وسلموا نفسهم، ورضوان واللي معاه بداوا يطلعوا الفلوس اللي في العربيه. بس هنا بقى كان في مشكله، الفلوس كتير جدا وهتاخد وقت كبير علشان ينقلوها، 3 دقايق بالظبط والشرطه وصلت، وبداوا يضربوا نار على رضوان واللي معاه، ورضوان بياخد رصاصه في كتفه، وعلى طول بيقرر انه يهرب مع رجالته، لكنه المره دي ساب وراه دليل في مسرح الجريمه، دمه اللي وقع على الارض، والشرطه اكيد مش هتسيب الدم ده وهيعملوا له تحليل DNA وهيعرفوه، ولو اتقبض عليه هيتسجن 15 سنه. نرجع بقى لستيفن والناس المسلحين اللي خطفوه، بيقولوا له ينزل في مكان، وهناك شاف 2 مسلحين تانيين كان معاهم شنط سودا كبيره، واحد منهم ركب معاهم في الطياره ولبسه كله كان اسود ومغطي راسه، وستيفن ما قدرش انه يعمل حاجه لانهم كانوا مهددينه بالسلاح، يعني لو فكر يعمل حركه كده ولا كده هو ميت اصلا قبل ما يعملها. وقالوا له يلا اتحرك بالطياره، حاول يشغلها تاني لكنها ما كانتش بتشتغل، الطياره كانت قديمه شويه من الخمسينات، بس هم ما كانوش مصدقينه وفاكرينه قاصد انه يعمل كده، اتوتروا وقتها وقالوا له لو ما طلعتش بالطياره دلوقتي عيلتك كلها هتموت، لكنه قال لهم يا جماعه اكيد في مشكله، لازم انزل ابص على الاسلاك واطمن ان مفيش حاجه، وفعلا قدر انه يشغل محرك الطياره واتحركوا تاني، والناس اللي خاطفينه كانوا مستعدين جدا، والشنط اللي معاهم كانت مليانه غاز مسيل للدموع وقنابل دخان واقنعه وبنادق AK-47، ودلوقتي الطياره بتتحرك في اتجاه السجن اللي رضوان محبوس فيه. كان وقتها قاعد في غرفه الزياره
الطياره رقم 50 واعصابه هاديه وبيتكلم مع اخوه الكبير اللي جاي يزوره. حرفيا اللي بيحصل ده مش طبيعي، كانه مشهد من فيلم اكشن امريكي. طب هو ازاي اصلا رضوان اتقبض عليه؟ هقول لك انه كان هربان بره البلد اصلا، وطلع راكب قطر من المانيا لفرنسا، بس الشرطه الالمانيه قدرت انها تمسكه وهو في القطر. ولما نزلوا من القطر قال لنفسه مش معقوله يتقبض عليا بالسهوله دي، وطلع يجري بسرعه في اتجاه سكه القطر، والظباط كانوا بيجروا وراه، بس فجاه في قطر عدى وقفوا مكانهم، ونط كام متر لتحت ورجليه اتلوت وبقى بيعرج. بس الاهم بالنسبه له انه قدر يهرب منهم، وقدر يوصل لفندق موفينج ودخل من الباب الخلفي. اتحرك بهدوء ولقى ان في ابواب غرف كتير مفتوحه، وعمال تنظيف الغرف لسه شغالين. فدخل في اوضه منهم واستخبى تحت السرير، ودخلت واحده من العمال تنظف الاوضه، وما كانتش تعرف انها مش لوحدها، وده لان رضوان كان مستخبي تحت السرير بقاله 3 ساعات، بس كان عاوز يطلع لانه لازم يتصل بحد في ستراسبورج، والمشكله انه مش معاه تليفون، ومع ذلك لازم يتصرف ويوصل لاي تليفون بسرعه. رضوان افتكر انه شاف تليفون عمومي في الشارع قدام الفندق، بس هنا كمان في مشكله، لانه علشان يعمل منه مكالمه لازم يحط فيه عملات معدنيه، وكل الفلوس اللي معاه كانت ورق. فراح لموظفه الاستقبال في الفندق وقال لها انا عاوز افك الفلوس دي. خدت منه الفلوس وفكتها فعلا وادته عملات معدنيه، بس المشكله هنا ان رضوان لسه الكلبشات في ايده، يعني لو مد ايده وخد الفلوس الموظفه هتشوف الكلبشات اللي في ايده وتعرف انه هربان من السجن وهتبلغ الشرطه. طبعا انت هتقول لي يعني ما خدتش بالها من الكلبشات يعني وهو داخل؟ هقول لك انه كان لابس جاكيت ومخبي ايديه الاتنين تحت، وكان هادي جدا وهو بيتعامل معاها، وعمل نفسه بيبص على اللوحات الاعلانيه اللي وراها وسالها على حاجه، فبصت وراها وبسرعه رضوان خد الفلوس وطلع بره يعمل مكالمه، بس محدش رد عليه. فرجع تاني وطلع على سطح الفندق واستخبى هناك ساعه كامله، ورجع يحاول تاني، بس وهو بيقفل السماعه بص حواليه ولقى نفسه محاصر من 20 ضابط شرطه، كلهم رافعين الاسلحه عليه وبيقولوا له سلم نفسك. تفتكر الموضوع هيخلص لحد هنا؟ هقول لك لا طبعا، مش مع رضوان فايد الكلام ده. في اليوم اللي بعده كان في المستشفى مع 2 ضباط، لانه كان بيتألم من رجليه بسبب النطه اللي نطها ناحيه القطر، بس كان بيمثل بزياده وكانه مش قادر يمشي، وبسرعه رمى العكازين من ايده وسحب مسدس الضابط اللي جنبه. وبالمناسبه رضوان كان متدرب على اسلوب قتالي اسمه كراف ماج، وقبل ما الضابط التاني يلحق يتصرف رضوان ضربه بالكوع في وشه وخد منه هو كمان المسدس، وجري بسرعه وقدر يهرب منه. يعني حرفيا دي تاني مره يهرب منهم في 24 ساعه بس. انت متخيل بقى ان واحد زي ده مش هيكون تحت الحراسه المشدده في السجن 24 ساعه؟ نرجع بقى لرضوان وهو قاعد في غرفه الزياره مع اخوه الكبير يوم 1 يوليو سنه 2018 الساعه 11 و18 دقيقه. الست اللي كانت بتحرسه سمعت صوت غريب جاي من بره، صوت كده زي صوت منفاخ ورق الشجر، بس المشكله ان الناس اللي بينضفوا جنينه السجن ميعادهم مش النهارده اصلا. يبقى الصوت ده جاي منين؟ هقول لك ان ده يبقى صوت الطياره الهليكوبتر اللي ستيفن راكب فيها مع ال3 اللي خاطفينه، بس طبعا السجن كان مجهز وعاملين حسابهم في المواقف اللي زي دي هيعملوا ايه. والحارس اللي في البرج جاله امر انه يفك الختم بتاع الشنطه اللي معاه، فك الختم بسرعه وفتح الشنطه اللي كان فيها سلاح HKG 36، مسك السلاح واستعد انه يضرب نار على الناس اللي في الطياره لو قربوا منه، وطبعا الحراس اللي في ال3 ابراج التانيين مستعدين بالاسلحه، والطياره بتنزل لتحت وكانها تنزل في ساحه السجن. بس ازاي والسجن كله اصلا مغطى بشبكه مضاده للطيارات، يعني الطياره ما تقدرش تنزل. وبعيدا عن ده كله الحراس اللي في الابراج هيدمروها بمجرد ما تقرب. حرفيا اللي بيحصل ده يعتبر عمليه انتحار صريحه. بس الطياره اللي معاهم برضو مش سهله، لانها تعتبر طراز نادر عمرها 60 سنه وصغيره جدا لدرجه انها ممكن تدخل من فتحه مش متامنه كويس في اخر ساحه السجن. بس اللي حصل ان الطياره ما نزلتش في ساحه السجن اصلا، دول ثبتوا في مكانهم على مستوى ارتفاع معين، وحراس السجن لو ضربوا نار هيقتلوا اللي جواها فعلا، بس مع ذلك ولا واحد منهم ضرب طلقه واحده. وده معناه ان رضوان قدر يعرف ان الحراس ممنوعين رسميا يضربوا نار على اي طياره في الهواء، لازم الطياره تنزل على ارض ثابته جوه السجن، وده ما حصلش اصلا. علشان كده كلهم واقفين متكتفين بالاوامر اللي خدوها ومش عارفين يعملوا حاجه. ده غير ان رضوان كان عارف ان الطيار ستيفن ده واحد من الطيارين القليلين جدا في فرنسا، لان تقريبا هو الوحيد اللي قادر يتحكم في طياره من النوع ده ويثبتها في الهواء على الارتفاع اللي هو عاوزه. والمحققين بعدها اكتشفوا ان رضوان كان بيبعت رسائل لبنت مرات ستيفن بقاله سنتين، يعني بالاخر هو بيخطط للعمليه دي من زمان. وعلى فكره وقتها رضوان ما كانش مجرم زيه زي اي مجرم عادي، هقول لك ان وقتها كان مسجون اصلا وهو سوبر ستار، لانه كان مشهور جدا وفي ناس كتير متابعينه ويعرفوه كويس. هنرجع شويه لشهر اكتوبر سنه 2010، وتحديدا بعد 12 سنه من اول عمليه هروب ليه سنه 1998. سنه 2010 تم استضافته في برنامج فرنسي على انه مجرم سابق ومؤلف عمل كتاب عن حياته الاجراميه. والناس كانوا شايفين انه مجرم وخلاص اتغير للاحسن، والا ما كانش عمل الكتاب بتاعه اللي قال فيه كل حاجه عن حياته بمفهوم ازاي بدأ حياته وعمل كام عمليه سطو مسلح، وكان بيطلع في برامج
برامج كتير علشان يروج للكتاب بتاعه. حتى في البرنامج نفسه كانوا بيكتبوا عنوان الحلقة رجل عصابات سابق، بس في الحقيقة الكلام ده كله كان مجرد شكليات مش اكتر. رضوان حرفيا خدع العالم كله. نرجع تاني سنة 1998 وتحديدا بعد 3 شهور من اول عملية هروب ليه، ولما اتمسك اتحكم عليه بالسجن لمدة 18 سنة بسبب عملية سطو مسلح عملها، بس علشان حسن سير وسلوكه في السجن طلع بعد نص المدة في 9 سنين بس، وطلع من السجن وعمل نفسه انسان جديد. اتجوز واشتغل شغلانة مكتبية اخوه جابها له، وبدأ يظهر في مناسبات عامة وكأنه ملوش علاقة بالاجرام اصلا. وفي يوم حضر مهرجان سينمائي وكان قاعد جنبه مخرج افلام اكشن مشهور، وافلامه تعتبر مصدر الهام كبير لرضوان في معظم العمليات اللي عملها. ورضوان وقتها قال له شكرا، انا مش عارف اقول لك ايه. والمخرج كان مستغرب، انت بتشكرني عليا يا ابني وانا اعرفك اصلا؟ بس كان واضح على رضوان انه مبهور بالافلام اللي المخرج عملها، وفي نفس الوقت كان في حاجه مضايقاه وكانه مخبي سر محدش يعرفه، وسره انه رجع تاني للجرايم ولسه محدش يعرف. وفي برنامج تاني سالوه تفتكر ممكن تضعف وترجع مجرم تاني؟ قال لهم لا طبعا، بس كان بيكذب وقتها لانه بالفعل في الوقت ده بيخطط لواحده من اكبر الجرايم اللي هزت فرنسا كلها. نرجع بقى اليوم 20 مايو سنه 2010 في مكان هادي في جنوب شرق باريس. كان في 2 ضباط في دوريه روتينيه، واحد اسمه اورفوك والتانيه اسمها تشيري. تشيري كان عندها 26 سنه وبقت ام لطفل من سنه واحده بس. مجرد يوم عادي زيه زي اي يوم بالنسبه لها، بس جالهم مكالمه من الشرطه الوطنيه وقالوا لهم ان في مجرمين بيهربوا في عربيه فان بيضاء ولازم يروحوا بسرعه لمخرج الطريق السريع A4. اتحركوا وصلوا هناك ووقفوا عند التقاطع اللي في نهايه الطريق. النور شغال وسيرينة انذار الشرطه شغاله بصوت عالي، بس ما كانوش يعرفوا هو ايه اللي مستنوهم اصلا. دول حرفيا داخلين على موت صريح. المجرمين كانوا عاملين خطه لسرقه عربيه مدرعه فيها 6 مليون يورو، بس قبلها ب 30 دقيقه حركه العربيات تقريبا وقفت بسبب ان كان في مطارده قبلها مع الشرطه، واللي بسببها خطتهم باظت. العربيه بتاعتهم عملت حادثه واحتاجوا عربيه يهربوا بيها، ولازم يتحركوا بسرعه وكلهم هيتمسكوا. وفجاه شافوا الضباط بتوع الدوريه وصلوا عندهم. المجرمين وقتها ما ترددوش لحظه واحده وضربوا عليهم نار. 16 رصاصه كلهم اتضربوا على ازاز العربيه من قدام، والمجرمين جريوا بسرعه يدوروا على اي عربيه يهربوا بيها. والظابطه تشيري اتصابت وتم نقلها للمستشفى، بس للاسف في نفس اليوم ماتت. وموتها كان صدمه كبيره جدا لفرنسا كلها. الاف الضباط من الشرطه حضروا جنازتها، وكان من ضمنهم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. اداه وسام الشرف بعد موتها وقال في خطابه ان الموضوع مش هيعدي بالساهل، وانه هيعمل كل اللي هيقدر عليه علشان ينتقم لها من اللي قتلوها. في نفس الوقت رضوان كان متابع الاخبار وشاف الرئيس بيتكلم والدنيا مقلوبه ازاي، بس بدل ما يخاف اطمن وقتها وحس بالامان، لان مفيش حد يعرف ان هو السبب ورا كل اللي حصل، ومفيش حد مركز عليه لانهم فاكرينه خلاص مش هيرجع للاجرام تاني، ولانه كان دايما بيطلع في برامج وافلام وثائقيه ويتكلم عن عمليات السطو المسلح اللي عملها لما كان مجرم. وطلع في فيلم وثائقي واتكلم عن جريمه قتل تشيري، وكان بيشرح ازاي المجرمين قتلوها بالرصاص وهربوا. والغريب ان مفيش ولا واحد من مصورين الفيلم الوثائقي خد باله ان رضوان هو اللي ورا كل اللي حصل. والاغرب بقى انهم مش مصورينه كمتهم او مجرم، ده بيتكلم بحكم خبرته القديمه في عالم الجرايم. بس الحقيقه دايما ما بتستخباش، لان الهجوم اللي حصل على عربيه الفلوس المدرعه كان عليها بصماته، وطبعا قبضوا عليه بسرعه وحققوا معاه. قال لهم يا جماعه خلاص انا تبت دلوقتي وبقيت راجل محترم وانا ماليش علاقه بالجريمه اللي حصلت ده اصلا، بس كل الادله كانت بتقول ان هو اللي عمل كده، والشرطه لازم توصل لدليل اقوى علشان يتسجن. وفعلا لقوا كاميرا مراقبه صورت العصابه في مكان الحادثه، ورضوان ما كانش موجود وقت ضرب النار، بس كل الادله بتقول انه كان موجود في العمليه نفسها ويعتبر العقل المدبر ليها. وبعد سنه كامله من تنفيذ العمليه اتقبض عليه تاني واترمى في السجن ورجع لنقطه الصفر من تاني. نرجع احنا كمان بقى ليوم 1 يوليو سنه 2018 وتحديدا الساعه 11 و18 دقيقه في عز النهار. حارس السجن بيطلع الزباله زي كل يوم، بس فجاه سمعوا صوت طياره هليكوبتر جاي من بعيد، فكروا انها بتاعه المطافي. ومدير السجن جري بسرعه المكتب قريب الازاز اللي فيه مضاد للرصاص واستخبى هناك. وكان في 2 مساجين هيشوفوا لاول مره بعينيهم اخطر عمليه هروب، لان اللي هيحصل دلوقتي حرفيا فيلم اكشن. الطياره نزلت في ساحه تانية من السجن، والساحه دي ما كانش عليها شبكه مضاده للطيارات، لان الساحه اصلا مخصصه لنقل المساجين من السجن او حتى علشان يجيبوا مساجين جداد للسجن. واحد منهم قعد مع ستيفن بيهدده بالسلاح علشان ما يهربش، والاتنين التانيين بينزلوا هم مقنعين ولابسين واقي ضد الرصاص ومعاهم اسلحه. واحد منهم بيمشي في اتجاه الباب الخلفي للسجن ومعاه صاروخ هيفتح الباب بيه، انما التاني فبيرمي 3 قنابل دخان. ومع الدخان اللي طلع من القنابل وحركه المروحه اللي بتوزع الدخان فالمكان بقى ضبابي بالكامل، وتقريبا مفيش حد شايف التاني علشان الحراس ما يعرفوش مكانهم ويضربوا عليهم نار. كل واحد فيهم كان عارف هيعمل ايه كويس. وفي وسط الدوشه دي كلها صوت الصاروخ وهو بيفتح الباب كان عالي جدا، ورضوان كان قاعد هادي جدا وعارف مصدر الصوت ده. كان جواه صوت بيقول له خلاص اجى الوقت اللي تهرب فيه. وفي 40 ثانيه بس الباب اتفتح، والحراس ما يعرفوش انهم فتحوا الباب الخلفي
الى السجن. الراجل اللي لابس اخضر دخل جوه ومستعد انه يقتل اي حد من الحراس يقابله، بس للاسف الحراس نفسهم ما كانش معاهم اسلحه وما قدروش يعملوا حاجه. واحده منهم حاولت تتصرف واتصلت بهيئه الطيران المدني وبلغتهم باللي حصل، والحارس التاني كلم شرطه الطوارئ من تليفونه واتحط على الانتظار، والتالت كلم اقرب مركز شرطه ليه. والاغرب انه لما كلم الضابط وقال له في عمليه هروب بتحصل في السجن، قال له مش طالبه هزار على الصبح، وقفل في وشه. يعني حرفيا دلوقتي ما فيش غير الحراس اللي في ابراج المراقبه هم بس اللي معاهم الاسلحه، وما كانوش يقدروا يضربوا نار على الطياره وهي طايره بسبب الاوامر اللي عندهم. وحتى بعد ما الطياره نزلت ساحه السجن الخلفيه برضه مش قادرين يعملوا حاجه لانهم مش شايفين حاجه من مبنى السجن لانه كان مغطى على الطياره. نروح بقى لاخو رضوان الكبير اللي قاعد معاه في الزياره. الساعه وقتها كانت 11 و26 دقيقه، ولما عرف اللي بيحصل كان متعصب جدا لانه كان فاكر ان اخوه اتغير وبقى شخص كويس، وكان مصدوم انه هيهرب دلوقتي من السجن. وخلاص الراجل اللي لابس اخضر وصل لغرفه الزياره رقم 50، المكان اللي رضوان مستني فيه ومستعد انه يهرب من اول ثانيه قعدها في الاوضه. الراجل فتح الباب ورضوان طلع وجري معاه بسرعه، انما اخو رضوان بقى فكان واقف مصدوم ولسه ما استوعبش اللي بيحصل. دقيقتين بالظبط ورضوان بقى في ساحه السجن، وتحديدا بعد 10 دقايق من وصول الطياره. عمليه هروب كامله اتنفذت في 10 دقايق، ورضوان برضه لسه عايش في جو الافلام لانه لما بص على شماله ولقى الاتنين المساجين اللي بيرموا الزباله واقفين، رفع ايديه واداهم تحيه عسكريه وكانه طيار في القوات الجويه ودلوقتي هيطلع طيارته، واتحرك بسرعه وركب الطياره. وفي نفس الوقت المساجين كلهم كانوا في زنزانتهم وبيبصوا على رضوان وهو بيهرب قدامهم كلهم. حرفيا كلهم كانوا مبهورين باللي حصل لان الموضوع تم بسرعه كبيره جدا ومن غير نقطه دم واحده، وكلهم سقفوا في نفس الوقت وكانهم كانوا بيتفرجوا على مشهد من فيلم اكشن. ورضوان عاش اللحظه وكانه بطل سينمائي. الاخبار كلها حرفيا اتكلمت عن اللي رضوان عمله، وقالوا انه من اكتر الاشخاص المهووسين بافلام الاكشن، ودي المره التانيه اللي يهرب فيها من السجن. وفيديو الطياره بعد ما هربت رضوان انتشر في العالم كله، الناس كلهم كانوا مبهورين باللي رضوان عمله لدرجه ان في ممثله فرنسيه نزلت على صفحتها برافو يا رضوان كلنا معاك. لكن الاكيد ان الشرطه الفرنسيه ما كانتش فاكره بطل، واعلنوا رسميا ان رضوان اكتر واحد مطلوب القبض عليه في فرنسا كلها. 3 شهور كاملين الشرطه بتطارده وبيحاولوا يوصلوا له لحد ما لقوه مستخبي في شقه في فرنسا وقبضوا عليه، وكل مره بيطلع فيها من البيت كان بيطلع متنكر. وخلاص اجى الوقت اللي رضوان هيتحاكم فيه. سنه 2020 رضوان فايت كان في المحكمه، والدوله عملت اجراءات امنيه مشدده لدرجه انهم عملوا حظر جوي فوق المحكمه، والمحكمه قالت تقرير نفسي خطير عنه. قالوا انه مفترس اجتماعي وعنده قدره رهيبه على التلاعب بالناس، بيستخدم ذكائه علشان يتحكم في اللي حواليه ويوصل للي هو عاوزه. وتخيل بيعمل كل ده ليه؟ علشان جرعه الادرينالين اللي بياخدها بعد ما ينفذ عمليه السرقه. هو بنفسه قال انا عملت ده كله لمجرد المتعه مش اكتر، وقال على نفسه انه مريض بالادرينالين. الراجل ده سرق وخطف وهرب اكتر من مره وعمل عمليات خطيره شبه افلام الاكشن اللي بيسمعها، بس في المقابل عيلته عاشت ايام سودة بسببه. ده غير الظابطه تشيري اللي عندها 26 سنه وام الطفل عنده سنه وماتت بسببه. تتوقع بعد ده كله رضوان هيتحكم عليه بيه؟ هقول لك انه اتحكم عليه ب 39 سنه سجن، والمحامي بتاعه بيقول انه في الحبس الانفرادي من 2019 وبيتفتش كل يوم 5 مرات وهو مش لابس اي حاجه. ده غير ان بيكون في 4 حراس معاه وقت ما بيعمل مكالمه، وطول الوقت الكلبشات ما بتتفكش من ايده لحد ما حرفيا حالته النفسيه اتدمرت. وقال انه حاسس انه اتدفن وهو حي لانه اصلا هيخلص فتره سجنه سنه 2060، عمره وقتها هيكون 88 سنه. رضوان كان ذكي جدا بس الغرور خده وضيع نفسه، مع انه كان ممكن يستغل ذكائه ده في حاجه تانية ويعيش حياه احسن بكتير من اللي عاشها. ومع انه كان فرحان باللي عمله بس ندم على كل حاجه عملها. ما تنساش بقى تعمل لايك وتشير الفيديو علشان نستمر وننزل فيديوهات اكتر. سلام.